صباح الورد، صباح الياسمين، صباح كل حاجة حلوة، صباح العسل. عقبال عندكم. عندنا سابع ان شاء الله. سابع مين بقى؟ ام كنده. ام كنده دي اللي بتطلع معايا في الفيديوهات، حبيبتي مرات ابني محمود. السابع بتاع ابنها محمد ان شاء الله الاسبوع، على اخر الاسبوع يعني. بصوا يا بنات، بصوا المغات يا نهار ابيض على الريحه يا بنات. بصوا، شفتوا اللون بتاعه ده الجميل ده؟ والله الطعم بقى يا بنات ده يا خراشة على الوش، يا مش قادرة اقول لكم، انا مش قادرة اقول لكم. صباح الورد عليكم، صباح الياسمين، صباح كل حاجة حلوة، عقبال عندكم. انا قلت اشارككم فرحتي. انا فرحانة جدا طبعا بحفيدي الصغنن، اخر حاجة عندي صغنون قد كده، وروح قلبي محمد. يا عاش الاسامي على اسم عمه، وخاله برضو اسمه محمد. ربنا يخلي محمدات كلها. صباح الورد عليكم، صباح الياسمين. باركولي في التعليقات على حفيدي، انا فرحانه وافرحوا معايا على حفيدي العسل. وتعالوا اقول لكم على المقادير. صباح العسل عليكم، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح كل حاجه حلوه. وحشتوني وحشتوني من زمان ما صورتش معاكم. النهارده هنعمل ايه بقى عقبال عندكم؟ هنعمل المغات. جوز الهند اللي هي الضافر، سمسم سوداني. حاولت ان انا اكسره فكسر فيه يعني. طبعا المغات احنا طبعا يعني طبعنا احنا بنجيب كده كيلو مغات عليه نص كيلو ايه حلبه محوجه. كيلو المغات عليه نص ايه حلبه محوجه، او نص كيلو مغات عليه ربع كيلو حلبه محوجه. طبعا في ناس بتجيب ربع وربع تمن، كل واحد بيجيب ايه على قد اللي يعمل. فهو احنا بنجيب كيلو مغات عليه مثلا نص حلبه، او نص مغات عليه ربع حلبه، مشيها نص مغات على ربع حلبه. جوز الهند، سمسم سوداني، سمنه بلدي، عشان نسيحها فايه. ويلا بينا على البوتاجاز عشان نحمر. بصوا يا جماعه، هنحط هنا الوش، نحمر الوش. بسم الله، بسم الله. وهنا في حله تانية بقى هنحمر فيها المغات. طبعا هو ما فيش حاجه اسمها مقادير، انا هو يعني ايه البركه حلوه كمان. بسم الله كده، بسم الله. احنا دلوقتي هوريكم ايه. طبعا على كل حاجه على نار هاديه. هنسيح السمنه الاول. انا طبعا مسيحه السمنه ومجهزاها ومخليها كل حاجه، خليها بس تفك وتسخن واحط هنا ايه. هنحمر الوش، وهنا هحمر المغات. ده هنحمر الوش الاول. بسم الله. هنحط جوز الهند الاول، لان جوز الهند بتاخد وقت معانا في التحمير. طبعا السوداني محمص والسمسم متحمص، فهنحمص الاول جوز الهند على نار هاديه، وهنحط بعديها السوداني، وبعد السوداني السمسم، ودينا مع بعض. وهنحط هنا ايه، بسم الله. بصوا يا بنات، حط بص على نار هاديه خالص، ونقعد نقلب فيه. طبعا يا بنات سمنه بلدي صافي، ما بيتعملش اقل من كده. بس طبعا لو في ناس عندها زبده صفرا وما عندها سمنه بلدي عادي بيتعمل، بس احنا اتربينا على انه هو بيتعمل بسمنه بلدي صافي. بسم الله. الوش بياخد سمنه قليله عن المغات. المغات هياخد سمنه بالهبل وانت بتحمصي. بصوا يا بنات، المغات يتحمص، قصدي يتحط يعني يتحمص كده على نار هاديه، وبعدين نقلب سم الله على في اتجاه واحد بس، اتجاه واحد بس. يعني كده هنحمص كده، هنحمص كده، بس ايه، هو اول ما السمنه تفك معاه هتبص تلاقيه يغلي زي البشاميل كده. نزود تاني سمن، لو عايزنا هنجيب من البطرمان عادي، بس ده اللي كان متسيح فيه. انا طبعا سيحتها وركنتها دي لها كام يوم معايا، عشان ايه، اصفي المرته منها. صفيت المرته وسيحتها وزي الفل بصراحه. كانت سمنه بصوا جميله. انا ما بنساش على السمنه وانا بسيحها بتاعت المغات بالذات، بسيبها بيضه شويه عشان خاطر ايه لما نيجي نحمص المغات ما تتحرقش. بسم الله ما شاء الله عليه. لونها عامله ازاي؟ على فكره انا كنت مش هصوره، بس انا قلت اصوره ونفرح مع بعض. طبعا انت مش هتعرفوا السابع بتاع مين. السابع بتاع محمد ابن محمود ابني، لسه ايه، لسه مولود، لسه السابع بتاعه ان شاء الله بكره. بس بصوا، قلت بقى ايه تفرحوا معايا بالسابع بتاع النونه بتاعنا، ولا ايه؟
شوفوا المغات ريحته قلب البيت يا بنات، ريحته في كتير يعني ايه، تقلبوا في اتجاه واحد بس. تعالي بقى بصي يا منى، بصي الهند عامله ازاي. طبعا السوداني محمص والسمسم محمص، فهو مش هياخد وقت معايا كتير، فهروح بقى احطهم بسم الله. بدهم ريحه النار. احط السوداني شويه وبعدين احط ايه السمسم وراه. بصوا يا بنات، بصوا بيغلي ازاي، زي البشاميل بيغلي. بس عايزه اقول لكم الريحه ايه يا خراش، تقطع القلب، تضيع الرجيم وتضيع التغذيه. مش مهم مش مهم، هنشرب مغات ولا تفرق، يلا مش مهم مش مهم تخسيس. احنا ريحه تحفه بصراحه، ريحته جميله. طبعا المغات احنا يعني انا متهيألي كل الناس زينا كده، بنحط المغات بنجيب عليه حلبه، مثلا نص كيلو مغات عليه ربع كيلو حلبه. احنا بنعمله كده، وفي ناس على فكره بتجيب ربع على ربع، ربع مغات وربع حلبه محوجه برضو زي الفل، مفيش مشكله خالص والله يا جماعه. يعني على قد كل واحد مفيش مشكله، الناس ما تعقدش الامور. طب نخلي بقى لونه ايه، ذهبي. هو بياخد وقت كتير قوي على النار اصلا. لا هو مش كتير يا منى، هو عشان انا حطاه على نار هاديه يا جماعه، انا عاملاه اكني بعمل قهوه، يعني عاملاه على العين بتاع القهوه زي السبرتيه. اخر حاجه بقى لما خلاص هنزله اروح حاطه بقيه ايه السمسم اللي معايا. شايفين يا خراشه على الريحه، يا جمال يا جماله يا جماله يا جماله. اوه تحفه يا بنات تحفه. خلاص على فكره هو دخل على سوا اهو، في اتجاه واحد بس يا بنات. ها الريحه بص، مش الريحه مش مخلاني واقفه على حيلي بصراحه، عايزه اشرب منه بقى بسرعه يا جماعه. طبعا هنعمل ونشرب منه دلوقتي، هوريكم ازاي طعمه جميل. بصوا بصوا يا بنات، شوف بيقلب ازاي، اللون بتاعه بقى ذهبي كده. اقفلي يا منى عشان الوقت ما نطولش عليه. والله هي الاضاءه بص ظلمه لونه كده، شفت الذهب، لونه زي الذهب كده جميل. والريحه بقى مش قادره اقول لكم على الريحه تحفه. طبعا اخر خلاص قربنا ننزلها، هنحط بقى ايه السمسم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله كده، بسم الله ما شاء الله. وحطيت مكان ما كنت حاطه السمنه ميه عشان نولع على طول على المغات، امال ايه مش هنشرب مغات ولا ايه يا جماعه؟ احنا بنطبخه كده، نحطه في علب ونحطه على الرخام، ناخد منه طول ما ايه ما احنا عايزين، مش لازم يعني نحمصه يوم السابع، يعني نحمصه كده ونحطه على الرخام، الوش لوحده والدي لوحده. نيجي البنات اللي هتخش تعمل يا دوب بتغلي الميه وتحط السكر وتاخد بالمعلقه وتحط، ما يبقى ايه ما بياخدش معاها وقت، ما بيجرالوش حاجه. والله انا مره ساعه مكه بنت ابني ان قعد عندي حوالي شهرين في الثلاجه، ما ولا اكتر من شهرين، ما جراله حاجه، بناخد منه كده زي الفل. بصوا انا دقيقتين 2 وهطفي عليه بقى. بصوا يا حبايبي خلاص استوى اهو. طبعا انا حطيت ميه فيها سكر، وهعمل ايه اسمي الله واخد كده يلا. هو يعني في مقدار ميه معين عليه ولا؟ كوبايه الميه عليها معلقه كبيره من دي، مش معلقه كبيره من اللي بنطبخ بيها ولا لا، معلقه يعني بقى من نوعي منها عشان بسم الله. لا مش كده، معلقه من اللي ماشي هنشوف بس. بصوا يا جماعه، بصوا السمك بتاعه ده كده جميل. ده الشكل النهائي بتاع المغاد بتاعنا الجميل، شايفين شكله عامل ازاي؟ جميل جميل. ده شوفوا احنا طبعا بنعمله ونحطه في العلبه وناخد منه على قد ايه اللي احنا عايزينه. بصوا يا بنات بصوا بسم الله ما شاء الله عليه، ريحته تحفه جميله. الوش هو لو انت عايزه تحمصيه شويه عن كده حمصيه، بس انا ما بحمصوش ليه؟ لان انا اما اجي اعمله يوم السابع هسخنه تاني، فهياخد معايا وقت في التسخين، فممكن يتحمر تاني، فكده زي العسل بالنسبه لي. صباح الورد عليكم، صباح الياسمين. مش قادره اقول لكم بقى ايه، ادعوا لام كنده في التعليقات. ام كنده مرات ابني بتطلع معايا في الفيديوهات على طول، مرات ابني حبيبتي، يا رب يتمم لها فرحتها على خير ويخلي لها اولادها ويبارك لها بحفيدي محمد الصغير ابنها جميل، بسم الله ما شاء الله عليه. ويلا بقى ادعوا لها كلكم ان ربنا يتم نفسها على خير يا رب،
ويشفي محمد عشان عنده صفرة يا رب. ربنا يشفيه يا حبيبي. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.